النهارده هنعمل فراخ مبهره في الفرن، تعمليها بسرعه وسهله وتاكليها للعيال مع شويه رز والدنيا حلوه. هتجيبي اي فرخه تحبيها، بس لو يستحسن بقى لما تكون الفرخه محنجله كده، يعني لا هي كبيره ولا هي صغيره، فرخه تكون محنجله كده حلوه تجيبيها وتقطعيها 4، لو الفرخه هتجيبيها كبيره ومدملكه قطعيها 8 على حسب ما تحبي. انا جبت فرخه محنجله حلوه كده ورحت مقطعاها 4، وهتحطي معاها بصل وزبادي ومعلقه صلصه وورقتين رول حلوين كده وشويه ملح وشويه فلفل وشويه كاري ونص ليمونه، لو الليمونه كبيره، لو صغيره زي اللي عندي دي كده حصرم حطي واحده مش هيجرى حاجه. البصل هنفرشه في قعر الصينيه، البصل هتفرشيه في قعر الصينيه لسببين. اول سبب ان هو مش هيخليها تلزق، والتاني هيشرب من الفراخ وتقدري تاخدي منه على شويه رز تغمسيه بلقمه بيبقى زي العسل زي الفل، يعني هتستفادي منه. ولو عاوزه كمان تفرشي مع البصل طرنشتين بطاطس، عاوزه تحطي شويه فلفل اللي يعجبك، بس هي كده مقسسه، هي كده مقسسه. ادي البصل دي بتبقى سهله وبسيطه وزي الفل. جايه بقى من شغلك مستعجله، عندك عيال، تروحي عاملاها اوام اوام. لو عاوزه بنفس الخلطه دي ممكن تتشوي، تشويها في الفرن، بس تتبليها بقى وتقعديها شويه ساعه ساعتين كده ولا حاجه. ادي الارضيه اهي، هنحط الزبادي كله فوق قلب بعضه. اجيب معلقه، الزبادي بيطريها ويخليها كده طريه وحلوه وما يخليش النسيره بتاعتها ناشفه، الزبادي يخش في الفراخ يخلي نسيرتها طريه وحلوه يطريها. وبعدين اللي عنده فرخه عمره ما تضيع له قمحه ربه. هو الراجل بتاع الكاميرا عمال يضحك عمال فرحان هنأكلك منها. ادي الكاري وادي الملح. الملح مش هقدر اقول لك لا نص معلقه ولا ربع معلقه، على حسب ما تحبي، يعني ميزان، في ناس تحب ملح كتير ملح قليل زي ما تحبي وتريدي اعملي. يا استاذ عبد الله السلام عليكم. اهلا بالمنصوره واهلها. ازيك يا ست الكل؟ تسلم وتعيش وكل سنه وانت طيب. تسلم ايدك والله على الحاجات الحلوه دي. ان شاء الله تسلم، ده انتوا اهل الخير والرز المعمر والخير كله عندكم. بصي هتحط كله على بعضه. طبعا انا المفروض ان انت تمسكيها بايديكي كده تدعكي فيها، تدخلي كل ده في قلبيه بايديكي كده، تمسكيها تدعكيها وتدخلي كل حاجه في قلبي. انا هعملها لكم بالمعلقه عشان خاطر ما حدش يقول لي يا غاليه ده انت كنت المفروض تلبسي جوانتي وايه اللي بتعمليه وايه اللي ما بتعملهوش. هي ست البيت تروح ماسكاها حته حته في قلب الخلطه، تدخل كل حاجه فيها، الخلطه دي تاخد وتدي. الفرخه اهي في التتبيله بتاعتها ممكن تسيبيها ساعه ساعتين وبعد كده ممكن تتشوي. لو عندك جريلا شويها هتطلع زي الفل، وكل ما تقعد في التتبيله تحلو. لو هتعمليها كده وعايزه برده تحطيها في التلاجة تتشمع تقعد ساعه او حاجه او اكتر لحد قبل ما تسويها بشويه برده زي الفل. طبعا انا عشان ما فيش وقت هحطها كده وان شاء الله برده هتطلع زي الفل وتطلع مانجا. هحطها في الفرن بتاعي ده، اللهم صل على النبي. وطي الفرن من تحت ومن الجناب. عندك فرن صغير زي بتاع غاليه كده هتوطيه عشان خاطر ما تتشعفش ويبقى قلبها ني، لان ممكن لو حطيتيها في الفرن والفرن عالي من تحت ومن فوق تتشعف. هترجعي يا عتاب تقولي لي يعني ايه يتشعف؟ يتشعف يعني وشها يحمر بسرعه وتبقى من جوه نيه. فوطي عليها من الجناب ومن تحت عشان خاطر تاخد سواها المظبوط وتطلع حلوه وتطلع كده لونها مستكاوي واحمر وحلو. بس هنقفل بقى عليها كده. الله، انا طفيت عليها شويه لان عبال ما رجعنا من الفاصل كان يا دوبك. لا يا دوب جميل. وشها احمر جميله. ادي الفراخ تبقى سهله وجميله وحلوه، اعمليها ومش هتشبعي منها لا انت ولا العيال زي الفل. حتى الدرج صاحي اهي. يا اختي عليكي وانتي متدلعه، يتقال عليها عارفه المثل الفرخه اللي تتدلع تبقى من من نصيب الديك الشركاسي. امثالك الجميله دي يا غاليه. لا ده انا لسه هقول مثل لمراد دلوقتي. بس استنى يا مراد عليا عشان اقول لك يا مراد تاكل فراخ تقول لي مش عارفه ايه. لا دي جميله.
دي بتبقى سهله وحلوه وبتتعمل في اي حاجه يعني. كل بيحبها وخفيفه. سهله، الستات كتير قوي أيوة. بتشتغل وما بتبقاش فاضيه، فسهله ان هي تعملها في اي وقت، تبقى سهله وبسيطه وحلوه. جميله، تسلم ايدك. اهو وادي الصوص بتاعها كمان اهو، ينزل يلمعها. هو احلى حاجه فيها الصوص كمان، ده جميل.